النقطة الثانية فيما يخص منتخب قطر وخروجه أمس من بطولة كأس العالم أو فقد الأمل في التأهل إلى الدور الثاني. والكلام هذا موجه للإخوان في قطر بشكل أكبر من أي مكان آخر. أن الناس اللي برا كانت دائما تتكلم وكان كلامها فيه همز ولمز وغيره من الأمور. الرسالة يا حبيبي اللي أحب أني أوجهها لك أن هذا المنتخب هو اللي فرحك في كأس آسيا في عز ما كنت أنت محتاج فيه للفرحة. هذا المنتخب هم نفس اللعيبة اللي كانت فيهم الروح وكانت فيهم الوطنية والغيرة والقتال من أجل القميص ومن أجل الشعار. فما تغيرت العناصر، هي نفس العناصر اللي كانت موجودة قبل فترة من خلال بطولة كأس آسيا وغيرها من البطولات اللي شاركوا فيها. إنك تجي الحين وتتكلم عن أصل وجنس وغيره من الأمور، فهذا أمر غير مقبول أبدا أبدا أبدا. حقيقة إذا بتنتقد انتقد الأداء، إذا بتنتقد انتقد أسلوب اللعب، إذا بتنتقد انتقد الطريقة الفنية اللي لعب فيها المدرب، إذا بتنتقد لاعب انتقد على سوء تمركزه، انتقد على سوء تمريراته، احتفاظه بالكورة، تكلم في أمور فنية. إذا تيجي تنتقد لاعب تقول له أنت ما لعبت زين، أنت ما قدمت الأداء المطلوب، أنت ما كنت بالصورة المطلوبة. أما تيجي تتكلم والله أنت من وين وأصلك إيش وما أدري وشو وإحنا اللي سوينا، هذا أمر غير مقبول أبدا في منتخب قطر أو حتى في أي منتخب آخر. لما نتكلم عن كرة القدم نتكلم عن كرة ب 22 لاعب وأداء فني في أرضية الملعب. تطرق لأمور أيا كانت خارج نطاق أرضية الملعب وخارج الأداء الفني أمر غير مقبول أبدا. وهذا الكلام أيضا لبعض الناس اللي من برا لما يجي اليوم يتكلم تجنيس وغير ما. طيب أنت قبل فترة كنت تتكلم عن منظومة كروية موجودة في قطر وشغل جبار بدأ من أسباير وتخطيط وغيرها من الأشياء اللي كانت حاضرة خلت هذا المنتخب يفوز بكأس آسيا. يا جماعة الخير لما تيجي تتكلم في أمور فنية، لما تيجي تنتقد نعرف غيرتك وحبك للبلد، لكن صدقني مثل ما أنت تحب هذول أيضا يحبون. هذول دافعوا وضحوا وسووا. يا أخي جماعة عايشين في معسكرات طويلة وبعيدين عن أهلهم وضحوا بوايد أشياء. أنا ما أقدم مبررات على أدائهم الفني، لكن لا أرضى أبدا حقيقة أن يتم استنقاص وطنية أيا كان في أرضية الملعب. لما تشكك لا تشكك لا في ذمة لا في وطنية لا في غيرة لا في دم لا ولا شيء. تكلم عن أداء فني وبس، هذا هو اللي مطلوب منك. أما أن تجي تشكك في مثل هذه الأمور وتتكلم فيها، لأنه ما يتكلم في الأصل إلا قليل الأصل. رسالة أتمنى توصل لكم جميعا. حياكم. ميديا يعطيكم العافية. موفقين ان شاء الله يا شباب. في واحد ينادي هني، ها اهلا وسهلا، حياك الله، يا مرحبا وسهلا.